يلا عاد وصلت. كاين هادي وكاين هادي، المهم تبعوا تشوفوا وسمعوا معايا القصه ديال هاد الخنشات الطحين بجوج. هاد الخنشات ديال الطحين بجوج كنمشي كنضرب عليهم كيلومتر ونص تقريبا كل شهر. علاش؟ لان المحلات كلهم كيبيعوها ب 90 درهم الا واحد المحل اللي كيبيعها ب 75 درهم. تصور انت 15 درهم ديال الفرق في هذيك ديال اللي فيها النخاله كومبلي ديال الزرع، واخرى ديال الفورس الطحين العادي البيض زايده فيها 5 دراهم 20 درهم. ويلي استغفر الله. الصراحه الله يحسن عوان داك الناس اللي كيكونوا عندك بحال الجندارم، بحال اللي كيبقاو يتحولوا مساكن مده مره خاصهم ضروري يبدلوا المدينه، وحتى كيبدا كيتعارف مع الحوانت مزيان كيولي يمشي يتلاقى مع وحدين اخرين ديما عاطينهم الرود. حشومه عليكم والله الا حشومه عليكم. منين رجعت عند واحد فيهم قلت له ها هي جبتها ب 75 درهم. لا قال لي هذاك كيبيعها بالجمله. لا قلت واش من الجمله؟ واش السوق ديال البصر كيشريو عليه وانت كتقول لي الجمله؟ يكون كيبيعها بالجمله ولا يبيعها بالبغله. المهم حنايا شرينا عليه بعدا بثمن مزيان. ايوا انت دابا تبقى تضيع الكليان ديالك وكتضيع الناس. وما انت بغيتي تضيع الكليان ودير فايط كاع غير ديرها. ضيع الناس غير عباد الله. الناس اصاحبي حشومه صافي راه بحرا باش كيتقطعوا باش كيجيبوا الريال، وانت تدي معاه اصاحبي 20 درهم زايده غير فوق السما وصافي.